أجي تفهم علاش توقف الدعم الاجتماعي لعدد كبير من المواطنين، وشنو خاصهم يديروا باش يعاودوا يستافدوا من نفس الدعم. بغيناكم تبارطاجيو الفيديو على أوسع نطاق، لأنه من الضروري يديروا هذه الإجراءات قبل نهاية شهر أبريل، يعني بقات أقل من 20 يوم. نسبة كبيرة من المستفيدين من الدعم الاجتماعي ما توصلوش بمبلغ الدعم لشهر مارس، والسبب ببساطة هو أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو السينيسيس كيتسالهم الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض. كيف ما كتشوفوا من الاسم ديالو فهو إجباري، ومفروض عليك أنك تخلص الاشتراكات ديالو كل شهر إلا بغيتي تبقى تستافد من الدعم. كلنا عارفين أن هذا التأمين الإجباري خرج مدة طويلة هذه، لكن لا سينيسيس قررت أنها تعفي المواطنين من نسبة كبيرة، وطالبهم بأداء الاشتراكات غير من شهر 11 2023 تاليهم، بمعنى 5 أشهر. والمبلغ المتعلق بكل شهر غادي يكون مختلف بحكم أنه غادي تزاد عليكم مصاريف التأخير في الأداء. ومن خلال التواصل ديالي مع مجموعة من المتضررين، فالمبلغ الإجمالي اللي خلصوا كيتراوح ما بين 650 و 800 درهم. بمجرد أنك تخلص اشتراكات التأمين الإجباري غادي تعاود تستافد من الدعم الاجتماعي اللي كان توقف ليك. وما تنساش أنه لابد عليك تبقى ديما تخلص هذا الاشتراك بشكل شهري باش تستافد من الدعم وكذلك امتيازات التأمين الإجباري. والمهم في هذا الفيديو هو البارطاج، لأنه آخر أجل لأداء الاشتراكات اللي كتسالك والاستفادة من هذا الإعفاء هو نهاية هذا الشهر، وبالضبط 30 في شهر أبريل. واللي عنده شي سؤال ممكن أنه يتصل مباشرة بصندوق الضمان الاجتماعي عبر هذا الرقم. تحياتي.